السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهاردة بقى فيديو جديد وطبعا انا قلت لكم احنا مسافرين بقى السفرية الجاية فين في الفيديو اللي فات. والمرة دي كنا بنصيف، المرة اللي فاتت كنا بنصيف، المرة دي بقى مسافرين. وانتوا شايفين احنا في مطار برج العرب الدولي. ده مطار في اسكندرية يعني وكده، واحنا مسافرين بقى السعودية راجعين تاني يعني. بس فهنا بقى كنا داخلين. انا بس اخر تصوير هنا هيبقى في المطار عشان خاطر طبعا جوه ما ينفعش التصوير وكده. فده كان هيبقى اخر جزء معايا، وبعدين هنكمل بقى الفيديو مع بعض. هنا بقى كنا خلصنا الاجراءات كلها، وكنا قاعدين في الكافيه مستنيين الطياره. كانت الطياره بتاعتنا الساعه 6 وتقريبا كانت هنا حوالي الساعه 4:30 5. فجبنا بقى حاجه نشربها في المطار وكده، وقعدنا بقى نستنى الطياره. البوابه بتاعتنا رقم 5. كنا قاعدين مستنيين بقى. طبعا بابانا رايح يجيب لنا حاجه نشربها وكده، للولاد حاجه يشربوها. شايفين وشي عامل ازاي من المصيف وكده والشمس. بس هنا قاعدين بقى مستنيين الطيارة. بس البوابة بتاعتنا رقم 5 اهي. وطبعا في حاجات للولاد يلعبوا فيها، مكان كده بيلعبوا فيه الولاد، عاملينه لهم جديد يعني في المطار. المرة دي اول مرة اشوفه يعني، بس مع الشاشات بقى بتاعت التلفزيون وكده. وهنا خلاص داخلين بقى على الطيارة وبنودع بقى مصر كده بس. ورايحين يعني السعودية بس. واسيبكم بقى مع الفيديو. ده عشاء موجود حطه زي ما يحصل يحصل. يلا عبود قاعد جنب الشباك. مسؤول الطاقم الضيافة لهذه الرحلة انضم إلى طاقم ميار ومارينا وسام. وصلنا جميعا خدمتكم خلال رحلتنا رقم 313 المتجه بعون الله تعالى إلى مطار الدم الدولي. من أجل راحتكم وسلامتكم يرجو منكم إبقاء أحزمة الأمان مربوطة بأحزمة رفعة السفر.
نود أن نعلمكم أن هذه الطائرة مجهزة بنظام الإضافات والعالي الكفاءة لتوقيف هوائل مكسورة من أي ملوثات محتملة، حيث يضمن هذا النظام عدم وجود ملوثات في الهواء طيلة فترة السفر، كما أن جميع طائراتنا تخضع لعملية تنظيف وتطهير شاملة قبل كل رحلة. لا تفقدوا في التحدث إلى أحد أفرادكم في حالة احتجتم المساعدة. نتمنى لكم رحلة ممتعة. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome from cabin crew team. My name is Amani, cabin supervisor for this flight 313 to Dammam International Airport. I'm joined today with Maya, Marine, and Sam, and we are very happy to serve you through this flight. For conference safety, please keep your seatbelt fastened all the time. We would like to inform you this aircraft is equipped with heavy captivity filter that ensures the air generated inside the cabin one of the seven. Additional aircraft go through deep clean disinfection process before each flight. Please don't hesitate to contact a crew member if you need any assistance. Sit back, relax, enjoy the flight. Thank you. And until you leave the aircraft. هنا بقى يا بنات كنا خلاص الطيارة طارت وطرنا اهو بقى كده خلاص في الجو يعني كده تمام. بس كانت الطيارة كانت الساعة 6 المغرب ووصلنا الساعة 11 بالليل تمام. اهو عشان بس اللي شايف يعني عقبال ما خلصنا الاجراءات وكده احنا نزلنا من الطيارة الساعة 9:30 وكده. طبعا خلصنا الاجراءات واستنينا الشنط وكده، بس عشان كان في ضغط كبير على الشنط وكان في يعني مسافرين كتير وكده، بس كان في كذا طيارة وكده من كذا بلد فعشان كده اتأخرنا وبس. فالحمد لله ان احنا وصلنا بالسلامة يعني وكده. بس بقى هنا بقى بنستعد للنزول وكده، هسيبكم بقى معانا. طبعا انتوا عارفين ان مفيش تصوير جوه المطار في اماكن معينة يعني، فهحاول ان انا اصور لكم يعني بعض اللقطات كده. يلا امشي عبود. رايحين السعودية نلعب. هنا بقى وصلنا واحنا كنا جوه المطار خلاص. فدي الشنط اللي بناخدها معانا على الطيارة، وطبعا انا هنا بصور لكم نفسي يعني وكده متفرهدين بقى وكده. بس الجو حر شوية كتير يعني. بس هنا وصلنا بقى. دي قاعة النزول يعني، الزوار اللي هم بيجوا يعني من بالطيارات وكده. زي ما انتم شايفين كذا قاعة، بيبقى فيه كذا قاعة كده اللي هي بتخرجي منها اهي زي ما انتم شايفين كده تمام. اهي بس كده. هنا بقى داخلين على الجوازات، فمش هعرف ان انا اصور، فهجيب لكم واحنا واقفين على الشنط مستنيين الشنط تمام. هنا بقى كنا مستنيين الشنط. طبعا كل الشنط مش بتيجي، فخدنا اللي طلع يعني اللي موجود على السير خدناه، والباقي احنا مستنيينه. وده مطار الدمام يا بنات. احنا تعالي هنا وصلنا مطار الدمام تمام. هنا مستنيين بقى العربية بتاعتنا تيجي يعني خلاص كده. صاحب بابانا يعني هو اللي جايب العربية. هو هيجي من عند الجراج. هنسوق بابانا بقى، هيسوق بينا لحد الإحصاء. هنا كنا ركبنا بقى الطريق خلاص ورايحين على الإحصاء. بناخده ساعة كمان من المطار أو ساعة ونص عقبال ما نوصل للإحصاء يعني، عشان احنا مش في الدمام، احنا في مدينة جنب الإحصاء.
قريبة منها يعني، في مدينة سوري جنب الدمام وكده. بس وده الفيديو بتاعنا النهاردة، وان شاء الله فيديوهات جاية كتير، وباي باي.